أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله على توفيقه والشكر له على امتنانه وإحسانه وإكرامه الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل علينا المنة ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لشكر هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد أيها الأحبة في الله هذا اليوم يوم عيد الفطر يوم عظيم ومناسبة كريمة وموسم طيب
أكمل الله لنا تبارك وتعالى فيه نعما دينية ونعما دنيوية. شرع لنا أن نحتفل بهذا العيد في ختام شهر رمضان الكريم. نحتفل بهذا العيد الذي هو أحد العيدين العظيمين في هذه الشريعة الحنيفية السمحة. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث أنس، قدم المدينة مهاجرا صلوات ربي والسلام عليه، فوجد أهل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما الفطر والأضحى. هذا اليوم من الأيام الخيرة والأيام الفاضلة عند الله تبارك وتعالى، وقد شرع أن نفرح فيها بعد أن أكملنا صيام رمضان وقيامه وقراءته وسائر الأعمال الجليلة التي أودعناها في هذه الخزانة. في ختامها نفرح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند لقاء ربه بذلك الجزاء العظيم، وفرحة عند فطره بنعمة الدين وبنعمة الدنيا. بنعمة الدين حيث وفق الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان والتوحيد الإكمال للصيام وقيام وقراءة وعبادات شهر رمضان. فهذه هي النعمة العظمى والمنة الكبرى التي نفرح بها في هذا اليوم العظيم. ونفرح أيضا بما أباح الله تبارك وتعالى لنا من الملذات والشهوات، من الأطعمة والأشربة والأنكحة وسائر أنواع الطيبات التي أباحها لنا ربنا تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم العظيم. فحق لنا أيها الأحبة في الله أن نفرح وأن نظهر هذه الشعيرة العظيمة، وحق لأهل التوحيد والإيمان أن يصروا بهذه النعمة العظيمة وهذا العيد المبارك. فإن الحبيب صلوات ربي والسلام عليه بين لهذه الأمة العظيمة، بين لهم أن هذا اليوم من الأيام التي يجوز لهذه الأمة أن يفرحوا ويسروا ويلعبوا ويبتهجوا ويحتفلوا فيها. في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان.
قال: وما هما بمغنيتين تغنيان، وفي رواية تدففان وتضربان. دخل عليها والرسول عندها، وعندها جاريتان من جوار الأنصار تضربان بالدف وتلعبان، فزجرهما أبو بكر وقال: أمزامير الشيطان عند رسول الله، أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهما دعهما، فإن لكل أمة عيد وهذا عيدنا. يعني خليهما يفرحان، يضربان، يدففان، فإن هذا يوم عيد رخص فيه لأهل الإسلام أن يلعبوا وأن يفرحوا وأن يبتهجوا وأن يحتفلوا. ولهذا يستحب في مثل هذا اليوم التوسع للعيال، التوسع للنساء، التوسع لسائر أفراد المجتمع، لأن هذا اليوم من أعماله هذه المباحات والطيبات. لكن هنا نكتة أيها الأحبة في الله ينبغي أن نتنبه لها. ما هي هذه النكتة؟ الفرح يجب أن يتقيد بالقيود الشرعية، ويجب ألا يخرج بنا إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى. احتفالات محرمة، ارتكاب جرائم ومعاصي، احتفالات ليلية، محرمات لا ما أباح الله تبارك وتعالى لا في يوم عيد ولا في غيره. فلا يجوز للمسلم أن يفرح بهذه النعم ويستخدم بها في معصية الله تبارك وتعالى. هنا ينبغي أن نتقيد، وخاصة الأحداث، وخاصة الفتيان والفتيات، لنتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام. نعم، صمنا شهرا وقمنا شهرا وتلونا كتاب الله شهرا، فلا نختم بهذه الطاعات معاصي نرتكبها في مثل هذا اليوم العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء. أحبتي في الله، في ختام شهر رمضان وفي مثل هذا اليوم أود أن أوصيكم وأوصي نفسي بعض الأمور المهمة وبعض النقاط المهمة في حياتنا. الأولى من هذه النقاط، ينبغي ونحن في طريقنا إلى الله، في رحلتنا إلى الله، رحلة لا تتوقف، بل إنما هي تنزل محطة ثم ترتحل منها إلى محطة أخرى، وهكذا تسير حتى تلقى الله تبارك وتعالى. نحن في هذه المسيرة وهذه الرحلة ينبغي ألا ننقطع من طاعة الله تبارك وتعالى، ألا يقتصر صيامنا ويقتصر قيامنا وتقتصر قراءتنا وتلاوتنا وأعمالنا في شهر رمضان، بل نستمر ونداوم طاعة الله تبارك وتعالى من الصيام والقيام. فإن العبد المؤمن لا يشبع من الخير ومن الطاعة حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ولهذا ربنا تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فالمؤمن لا ينقطع من طاعة الله حتى يأتيه الموت فيموت على الإيمان ويموت على الإسلام ويموت على الحسنى، على الخاتمة الحسنى، فيلقى ربه تبارك وتعالى بإيمان وإسلام صحيح. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا ينبغي للمسلم أن ينقطع عن طاعة الله، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى
أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا من العمل، أتى بشيء قليل من العمل وأكتى ثم انقطع عن العمل. لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لا ينبغي للمسلم أن يكون مثل هذه المرأة الخرقاء التي تغزل أول النهار ثم تنقض غزلها آخر النهار، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ينبغي على العبد أن يستمر في طاعة الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه، وكان من أحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه، بل من أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فالمداومة حتى نلقى الله تبارك وتعالى، وعدم الانقطاع عن هذه الطاعة العظيمة حتى نلقى الله تبارك وتعالى فنجازى بها خير الجزاء. النقطة الثانية أيها الأحبة في الله، النقطة الثانية التي ينبغي التنبيه إليها في هذا الصدد الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الاستغفار في مثل هذه الأيام، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا في ختام الأعمال الصالحة الإكثار من الاستغفار. شرع لنا في آخر الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستغفر 3 مرات، فنقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك شرع لنا في آخر أعمال الحج أن نستغفر الله تبارك وتعالى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وشرع لنا أيضا الإكثار من الاستغفار، كذلك الإكثار من الاستغفار في آخر الصلوات وفي آخر قيام الليل وفي آخر الإقراض والتصدق، فقال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى في وصف أهل الإيمان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول العلامة ابن رجب عليه رحمة الله فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار. ثم نقل عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه أمر الأمصار أو بعث إلى الأمصار يأمرهم أن يختموا شهر رمضان بالاستغفار والتصدق. إذن الإكثار من الاستغفار لأنه يرقع الخروقات التي حصلت في الصيام ويجبر الكسر والخلل الذي حصل في أعمالنا. إذن الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر وهو أيضا من الأمور المهمة أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه واكتملت فيه شروط القبول. نعم أيها الأحبة في الله، قد عملنا وقمنا صمنا قرأنا تلونا تصدقنا، لكن الأمر المهم هو من يعلم منا أن أعماله وطاعاته فعلا قد قبلت. لا أحد يعلم. وهنا هنا بيت القصيد. هذه هي المهمة، لأن الغاية من العمل القبول، الغاية من الطاعة القبول، والقبول أمر بيد الله تبارك وتعالى، مما يجعل العبد المسلم ألا يطمئن لعمله ولا يثق بعمله، بل يداوم على طاعة الله تبارك وتعالى. وصف الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأنهم يجتهدون ويستفرغون ويعملون الطاعات ومع ذلك يخافون ألا يتقبل منهم. يقول تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في تفسير هذه الآية
هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. نعم، أعمال وقربات وطاعات، لكن يخافون ألا يتقبل منهم، ولهذا يسابقون إلى الخيرات ويداومون على طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يزكون أنفسهم ولا يثقون ولا يطمئنون لأعمالهم. وهكذا كان الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، خوف على العمل. كان الصحابة رضوان الله عليهم الواحد منهم يقول: لأن أكون أعلم أن الله تبارك وتعالى قد تقبل مني مثقال ذرة خير لي من الدنيا وما فيها. لأن أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال ذرة من عمل خير لي من الدنيا وما فيها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجزينا خير الجزاء، وألا يحرمنا هذا الخير وهذه الأعمال الصالحة التي قدمناها وعملناها في هذا الشهر الكريم. أحبتي في الله، الأمر الآخر الذي ينبغي التنبيه إليه قبل أن نفارق المقام إن الله تبارك وتعالى أيها الأحبة في الله جعلنا إخوة، وجعلنا كالجسم الواحد، وجعلنا أمة واحدة، ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي مسند أحمد من حديث سهل بن سعد الساعدي يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. فالألم لأهل الإيمان ولقضايا المسلمين ولما يلاقون ولما يواجهون من التحديات والمصائب ولما يعيشون فيه من الأوضاع والأحوال السيئة، يجب على المسلم أن يستشعر بأنه جزء من هذه الأمة المصابة، جزء من هذا الجسم المريض، جزء من هذا الجسد التي تكالبت عليه أعداء الله. أعداء الله من المحليين والخارجيين. إذن على المسلم أن يقوم ما يمكن أن يقوم به تجاه هذه الأمة المنكوبة، يجمع كلمتها، يوجه ضالها، يرشد ضالها، يغيث ملهوفها، يعلم جاهلها، يعين ضعيفها. وهكذا على المسلم يجب أن يكون عنصرا إيجابيا في مجتمعه، لا أن يكون عنصرا هداما، لا أن يكون عنصرا ضد هذه الأمة في مصالحها الدنيوية والأخروية. أقول أيها الأحبة في الله ثقة بالله